الهريسة الحساوية بكميات. اليوم راح يكون معنا مقطع تعليمي تستفيدون منه، لأنه صار عندي طلب ومناسبة وسويت كمية كبيرة هريسة حساوية وتتوزع ثواب. فإن شاء الله راح تستفيدون من المقطع هذا وتنقلونه لغيركم يتعلم شلون يضبط الكميات الكبيرة في الهريسة الحساوية، ونتابع إن شاء الله المقطع التعليمي ونستفيد منه، وفي دقايق راح نخلصه ونكمله مع بعض. أهلا فيكم، حياكم الله، تحية طيبة عليكم مني. أنا شيف الأحساء. عندي هنا هريس وهو نوع تركي، وراح تكون التجربة عليه اليوم إن شاء الله، ولأنه مجيوب لي لازم إني أسويه، وبعد ما نقعت ليلة كاملة عشان إني مو متأكد من الحين خلاص نشوف الحبة ما شاء الله تشربت الماي. وعندي هنا العدد 10 كيلو لحم ودجاج، لأن عندي 10 كيلو هريس، فلازم يكون الكمية متعادلة. وذا اللحم لحم العجل جدا ممتاز، ويستوي هم بلحم الحاشي. وعندي هنا الدجاج عدد 5 حبات، فيكون كل المجموع 10 كيلو. عندي هنا طماط، المختلفين على الطماط يا جماعة تبون تحطون حطون، ما تبون تحطون لا تحطون. تعليقات كثيرة على الطماط، احنا نحبها بالطماط، ما تحبونها لا تحطون هالطماط المظلوم. الحين نبتدي التطبيق مع بعض. في البداية خطوة مهمة جدا حق تتخلصون من أي زفر وتكون معاكم الهريسة الطيبة، لازم اللحم تسلقونه وتطلعونه ريما وتخلون الدجاج على جنب. بعدين طبعا بالنسبة حق الجلد، مال الجلد ده راح أعلق عليه في النهاية. الحين نخلي الماي يغلي إلى أن نتخلص من كل ريم، والطبقة اللي تكون فوق مثل ما بتشوفون الحين يتغير لون الماي، وهذا الطبقة اللي تطلع فوق تشيلونها كامل. يعني ممكن تاخذ العملية معاكم 20 دقيقة تقريبا، هذه العملية إلى أن يصفى الماي كامل وما يبقى فيه أي ريم موجود، سواء من ذبايح أو لحم أو أي طبخة بتسوونها لازم تسوون هالخطوة هذه. عندنا هنا الهريس المنقوع، خلاص راح نضيفه كامل على اللي هو الماي المغلي. طبعا هنا عندنا نقطة مهمة، الطماط. هو مثل ما علقت ونوهت وكثير أنوه اختيار، حبيت تحطونه حطوا، ما حبيته ولا تحطون. احنا نحبها حمراء، نحب اللي هو الطماط فيه. وعندنا الدجاج هنا كامل، راح أضيفه عدد 5 حبات. طبعا راح في النهاية أشيل الجلد عنهم وأتخلص من كل العظام الموجود فيهم. وعندي هنا الزبد أو اللي هو السمن البلدي، راح أضيفه عشان يعطيها طعم طيب ودهنة طيبة. اختيار طبعا الخطوة هذه لكم. راح أحرك كل المكونات الحين، وراح أعطيكم قياس الماء الصحيح. ولا تخافون، في الهريس يشرب ماء، كل كوب يحتاج من 3 إلى 4 أكواب ماء. تشوفون هنا ارتفاع قسطه تقريبا 8 أصابع، يعني نص الملعقات مغطي اللي هو الماء يعني. الحين راح أغطيه وأخلي الهريس يطبخ من 3 ساعات ونص إلى 4 ساعات ونص على راحة. الهريس يحتاج وقت طويل، طبعا المفروض الوقت يكون أطول، بس النار عندي عالي تحته وأموره طيبة إن شاء الله. ونشوف الحين ما شاء الله عندنا هنا الطبقة البيضة فوق طلعت، يعني معناته الحب ذاب أكثر. والحين عندنا نختبر الحبة، وإذا شفنا الحب ما بعد تستوي نخليه مغطى عليه ساعة كاملة، ونعود نشيل كل الدجاج الموجود. الحين تشوفونه ذايب. الحين هذا وقت التصفية، تشيلون الجلد العظم كل شيء تصفونه من الدجاج، وعقب تعودون وتحطونه على الهريس وتضربون. الحين عندي الملح قد شيله كاملة، وراح يكون اللي هو أتذوقه بعدين وأشوف إذا يحتاج ملح زيادة ولا لا. والحين خلاص على اللي هو الخلط والضرب اللي بيكون يدوي وآلي. وطبعا آلة اللي هو ضرب الهريس اللي كانت في المقاطع السابقة، اللي هو الكميات مو موجودة عندي في البيت، فالحين خلاص بيكون بالدريل. واللي هو الحين عندنا هنا الدجاج اللي تشوفونه بعد ما فرزته كليا، لا عظم لا جلد لا أي شيء، فقط دجاج صافي. خلاص الحين نبدأ الضرب ويلا نشتغل. هذه أخذت مني وقت طويل، ضرب يدوي ضرب آلي، لأن كمية كبيرة فأكيد تحتاج وقت وجهد عشان تنضرب كامل. ونشوف الحين ما شاء الله عندنا الضراب شغالين عليه. والناتج عندنا في الحب الهرس اللي استخدمته التركي هذا اللي جابوا لي، أفضل إنكم تستخدمون نوع ثاني، لأن هذا طول في الاستواء، طول في الضراب، ويلا إنه ذاب معاي. ومثل ما تشوفون الحين أوكي، بعد جهد جهيد انضرب بالكمية الكبيرة هذه. فعموما الخيار في الهريس تستخدمون النجفي او اللي هو الاماراتي او السعودي، هالثلاث الانواع انا جربتهم ممتاز، وان شاء الله لي تجارب في الايام الجايه هذه عشان شهر الخير جاي، فان شاء الله راح انقلها لكم واعطيكم الانواع الطيبه. اخليكم ودمتم في امان الله.